هذا الشخص بيحكي انه انتقل ل 2027، تركنا ب 2021 وراح لحاله. خليني اشرح لكم اكتر عن هذا الشخص وكيف عمل هيك. هاتوا الانترو خلينا نبدأ. سلام اصدقاء، كيفكم؟ طيب جماعة، هذا الشخص معلم شاف انه 2021 صارت سنة كتير صعبة عليه. قالك في فيروس عم بنشر مش عم بخليني اطلع من البيت، ومشاكل في كل العالم، لايش هاي الحياة؟ خلينا نعمل سكيب كم من سنة لقدام. راح لحاله على 2027، تركناه، ما سألنيش. لو سألني رحت معاه بس ما سألنيش. والحلو بالموضوع انه بعد ما وصل ل 2027 وتخلص من كل المشاكل، راح فتح حساب على التيك توك. حسيت الشاب عنده شوية غبا، يعني انت تركت العالم ورجعت للتيك توك ليش؟ هو اكبر مشكلة بالعالم التيك توك، ليش رجعت له؟ بس مشينا معاه للشاب، والشاب بدي ينزل فيديوهات على التيك توك ويفرجي الناس عن القصة اللي صارت معاه، انه انتقل ل 2027. والناس طبيعي مش راح تصدق هيك موضوع، انه شخص ينتقل في الزمن هذا اشي مستحيل، بس بالافلام بيصير. فالشاب بدي ينزل فيديوهات على التيك توك، وبالفيديوهات كان يفرجي انه ما في حدا غيره، وانه هو موجود ب 2027. الناس لحديت هون بعدها مفكرته عم بتخوت. طبيعي بيقدر يسوي هيك اشي، بيستنى لحديت ما يصير الشارع فاضي وبصور هيك فيديو. الموضوع مش صعب، بيقدر يزيف الموضوع بكل سهولة. بس الناس معلم بديو يتحدوه، قالوا له اذا انت جد تحكي انك ب 2027 صور لنا بفالنسيا اللي هي المدينة اللي عايش فيها، باماكن اللي هي سياحية اللي مفروض دايما يكون فيها ناس. والشاب معلم راح على الاماكن وصور. خلينا نشوف شو صار معه. الموضوع هنا بدي يطلع ترند على التيك توك، والناس بديت تستغرب كيف هذا الشاب عم بيقدر يسوي هيك اشي. ففي جزء من الناس بديو يحكوا انه هذا الشاب اللي عم بيسويه انه عم بيطلع على هاي الاماكن بساعات اللي ما بيكون فيها كتير ناس، وعم بيصور اجزاء من الشارع اللي ما بيكون متواجد فيها ناس. فالشاب راح وصدمهن مرة ثالثة، راح على مكان بالمدينة اللي دايما بيكون مزدحم وصور الساعة اللي بقلب هذا المكان اللي مش ممكن انه يقدر يغيرها. المهم انا ليش قاعد اشرح لكم؟ شوفوا الفيديو رح تفهموا. معلم بعد هذا الفيديو الناس مش قادرة تصدق الموضوع. الشخص عم بثبت لهن اي اشي، بس الناس مش قادرة تصدق لانه الموضوع مستحيل حدا ينتقل بالزمن. فالناس راحوا قالوا له روح على المطار. المطار دايما بيكون ملان، مستحيل ما يكونش في حدا بالمطار، دايما في ناس بدها تسافر، والمطار بيشتغل 24 ساعة. فالناس قالوا له روح على المطار، والشاب راح. رجع وصدمهن مرة رابعة، ما فيش مزح مع الشاب، بيروح وين ما بدها. جد الموضوع صار كتير. المهم انتوا شوفوا الفيديو. هون معلم بعد هذا الاشي اللي صار، الموضوع ولع، قصة الشاب ولع. كل التيك توك عم بيحكي عن هذا الموضوع، عم بحاول يحلل ويفهم ايش اللي عم بيسويه. كيف الشاب عم بيقدر يسوي هيك اشي؟ كيف وصل 2027؟ فبعد ما كل التيك توك صار يحلل ويحاول يعرف ايش اللي عم بيصير مع هذا الشاب، في اغلبية من الناس كانوا يحكوا او وصلوا لاستنتاج انه هذا الشاب صور هاي الفيديوهات في وقت الحجر، لما كانت كل الناس في البيت وما كان حدا قادر انه يطلع من البيت، فكان يصور هاي الفيديوهات وحاليا نزلها وعمل هاي القصة. لما كان في حظر شامل بأول أيام، لما كان ممنوع أي حدا ينزل على الشارع والشوارع كلها فاضية، فبكل بساطة ممكن إنه هو راح ونزل بهداك الوقت وصور الشوارع وصور هاي الأماكن لأنه ما كانش فيها ناس. فالشاب مفكرين انه سكت هون، لا، الشاب راح اثبت لي انه هاي التحليلات كلها غلط. راح على المستشفى مستحيل يكون فاضي في وقت مستحيل ابدا يكون فاضي المستشفى. راح على المستشفى وصور وفرجى انه المستشفى فاضي.
معلم بعد الاشي اللي سواه صار في ناس تصدق الموضوع، صار في ناس تقول لك خلص وصل 2027 لانه ما في حل تاني، ما في حدا قادر يكشف الاشي اللي عم بيسويه، فصارت هاي الناس تصدق. وفي ناس اللي بعدها مش قادر تصدق الموضوع، مستحيل، فصاروا يحكوا انه الموضوع ممكن يكون مونتاج اللي عم بيمنتج هاي الفيديوهات وعم بينزلها. فالشاب ما بسكت، هذا الشاب ما بسكت، لازم يرد على كل اشاعة بتطلع. فالشاب راح تصور بمكان اللي عادة بيكون مزدحم وملان بالناس، وصور فيديو كامل متواصل اللي ما عمل فيه كت او وقف المقطع وكمله. المهم انا ليش عم بشرح لكم عن الفيديو، شوفوا الفيديو. بعد هذا الفيديو بطل عنده حلول، بطل في حل تاني، فصار في ناس تقنع انه هذا الشخص عن جد انتقل ل 2027 لانه ما في تحليل تاني للموضوع اللي عم بيصير. اي تحليل الناس عم بتحلله الشاب عم بيطلع وبفرجي انه تحليل غلط. والموضوع كمان صار ترند على كل التيك توك، كل التيك توك يحكي عن هذا الموضوع، والشاب انشهر بطريقه مش طبيعيه، صار عنده 6 مليون متابع على التيك توك. وفي ناس معلم خلص حبوا الفكره، حبوا محتوى الشاب، صاروا يقولوا له روح على محلات، مثلا الناس قالوا له روح على ملعب فالنسيا، الشاب ما في معه مزح، راح. معلم بحكي لكم في ناس خلص شافت محتوى الشاب حلو، ليش ما نتابعه؟ محتواه حلو وعم بينزل فيديوهات حلوه، بنصير نتابعه ونكتب له كومنتات. وهذا اللي سووه، في واحد كاتب له روح اسرق ايفون 12 من محل ابل، والشاب معلم بيرد على الكل ما في معاه مزح، وين ما بدك بروح، راح وسرق ايفون 12 من محل ابل. شوفوا الفيديو. طيب يا جماعة، حاليا انكشف كل اشي عن هذا الشخص وكيف عم بيقدر يعمل هاي الفيديوهات. بالاخر اتضح انه هذا الشخص مش عم بيشتغل لحاله، في شركة كاملة ورا هذا الشغل اللي عم بيعمله هذا الشخص، وهاي الشركة هي عم تنتج مسلسل اللي اسمه الناجي الوحيد، مسلسل اسباني. فكل هذا اللي صار والترند اللي صار هو عملية تسويق لهذا المسلسل، وبصراحة عملية تسويق كتير ذكية اللي ما حدا لاحظها ابدا، وانتشرت انتشار كبير اللي راح تخلي كتير ناس تحضر هذا المسلسل بسبب هذا الاشي اللي صار، او بسبب هذا الحساب اللي عملوه اللي طلع ترند في كل العالم وفي كل التيك توك. فبصراحة كل احترام على هذا الاشي، لانه فعليا اذا حاولوا يعملوا اعلان للمسلسل ما كانش راح يطلع بهاي القوة او بهاي طريقة التسويق اللي انعملت حاليا. المهم جد بدي اطلب منكم طلب، تروحوا تتابعوني على حسابي بالانستغرام. باليوتيوب صرنا اكتر من 180 الف مشترك، وعلى الانستغرام بعدنا مش واصلين ل 10,000 متابع، فروحوا تابعوني على الانستغرام عشان احس حالي شوي مشهور. واذا عجبكم الفيديو تنسوش تحطوا لايك، واذا اول مرة بتشوفوني او مش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة، ايش بتستنوا؟ واهم اشي بالحياة هو تفعيل الجرس، لانه اذا ما فعلتش الجرس انت بتكون ما فعلتش الجرس، فلازم تفعل الجرس. وشكرا لكم كتير، وبس سارقون اليوم. I'm sorry.